أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. هدف المغرب أن يصبح منصة للسيارات منخفضة الكربون الأكثر تنافسية في العالم، يؤكد وزير الصناعة والتجارة. مباحثات مغربية إماراتية حول تعزيز التعاون في قطاع الصناعات الغذائية. ودوليا، الأمين العام للحلف الأطلسي يتوجه إلى تركيا لمناقشة ملف انضمام السويد وفنلندا. أهلا بكم من جديد. أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن المغرب يسعى لأن يصبح منصة للسيارات منخفضة الكربون الأكثر تنافسية في العالم. المغرب يسعى لأن يصبح منصة السيارات منخفضة الكربون الأكثر تنافسية في العالم وزيادة معدل الاندماج المحلي إلى 80%. هذا ما أبرزه وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور في افتتاح الدورة السابعة لمعرض ملتقى طنجة المتوسط أوتوموتيف ميتين. ولبلوغ هذا الهدف سيخصص جزء من الطاقات المتجددة حسب الوزير لخدمة الصناع في إطار عرض ذي تعريفات جد تنافسية، مبرزا أن مواكبة تحفيزية ملائمة هي رهن إشارة الفاعلين لبلوغ الهدف المنشود. وفي هذا السياق أكد السيد مزور بأن المغرب في خضم التحول نحو التنقل المستدام، حيث أبان عن مدى قدرته على إنتاج سيارات كهربائية، واستهل تحوله هذا في إطار استراتيجية طاقية طموحة تستند إلى الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والاندماج الإقليمي، معتبرا أنه بفضل إمكاناته ومؤهلات مصنع المعدات الأصلية أصبح المغرب الآن منصة صاعدة للتنقل الكهربائي. تم أمس الأربعاء بأديس أبابا انتخاب المغرب نائبا لرئيس المكتب التنفيذي للجنة الإقليمية الإفريقية لمبادرة الأمم المتحدة حول تدبير المعلومات الجيومكانية. وجرى انتخاب المغرب خلال اجتماع اللجنة الإقليمية الإفريقية لمبادرة الأمم المتحدة حول تدبير المعلومات الجيومكانية المنعقد في العاصمة الإثيوبية بمشاركة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي. أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أمس الأربعاء بالرباط مباحثات مع وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية السيدة مريم المهيري، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الصناعات الغذائية. وإلى ذلك قام السيد صديقي بزيارة إلى مشاريع للتنمية الفلاحية بإقليم زاغورة. زيارة ميدانية لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، مناسبة تم خلالها تقديم حصيلة مخطط المغرب الأخضر ومكونات استراتيجية الجيل الأخضر بإقليم زاغورة. كما تمت زيارة عدد من ضيعات أشجار النخيل التي تعتبر المنطقة من بين الجهات المعروفة بها. عدة محاور ديال التنمية الفلاحية، لا فيما يخص التهيئة الهيدروفلاحية ولا فيما يخص تنمية سلسلة النخيل اللي هي العمود الفقري للفلاحة الواحاتية. زيارة الوزير شملت عددا من الجماعات الترابية بالإقليم، والهدف الوقوف على حصيلة الإنجازات في مجال تثمين التمور بالجهة والاطلاع على أهم الإنجازات المحققة. المخطط الفلاحي الجهوي 2020 و2030 على مستوى الإقليم سيمكن من رسملة النتائج المحصلة عليها وإنجاز الدعامات الأساسية لهذه الاستراتيجية التي أعطت الأولوية للعنصر البشري وتتوخى مواصلة دينامية التنمية الفلاحية عبر تعبئة استثمارات مهمة. أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أمس الأربعاء أنه سيتوجه قريبا إلى تركيا لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن مصادقة أنقرة على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف. ستولتنبرغ قال إن فنلندا والسويد تجريان مشاورات وثيقة مع تركيا، وسيتوجه إلى أنقرة أو اسطنبول ليلتقي الرئيس التركي في المستقبل القريب دون تقديم تفاصيل حول تاريخ الزيارة. وإلى غاية اليوم صادقت 28 دولة من أصل 30 من دول حلف شمال الأطلسي على انضمام السويد وفنلندا. نواصل وإياكم هذه الحصة الإخبارية المباشرة
الشراء، ونواصل أيضا موافاتكم بجديد الأخبار الوطنية والدولية. وفي جديد الأخبار الدولية، أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينغ أن قيمة خسائرها برسم الربع الثالث من العام الجاري بلغت 3.3 مليار دولار. العملاق الأمريكي لصناعة الطائرات أوضح أن هذه الخسائر تفاقمت في الربع الثالث، فيما انضافت مشاكل جديدة تتصل بأعمالها الدفاعية إلى تلك المتعلقة بسلسلة التوريد وفرع الطائرات التجارية. وسجلت الشركة أن خسائرها بلغت 3.3 مليار دولار مقابل 132 مليون دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وأشارت إلى أن المشاكل تراكمت في وحدة الدفاع التي خسرت لوحدها 2.8 مليار دولار. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى اليونسكو السيد سمير الدهر أن المغرب اختار منذ ستينيات القرن الماضي سياسة استباقية وطموحة تروم تدبير موارده المائية على المدى الطويل. وأضاف السيد الدهر في افتتاح أشغال المؤتمر الرابع للشبكة العالمية لمتاحف المياه أن هذه السياسة التي أطلقها جلالة المغفور الحسن الثاني ووطدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تدل على الأهمية الكبيرة التي توليها المملكة لإشكالية الماء في مختلف جوانبها. وشدد السيد الدهر على أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان يأتي ليعزز هذه الدينامية، حيث وضع خارطة طريق موجهة لجميع الفاعلين المعنيين مع توجيهات استراتيجية كفيلة بتجسيد الأهداف المنشودة من حيث التدبير المسؤول والعقلاني للموارد المائية. نختم بالخبر الرياضي، حيث أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كاف أمس الأربعاء عن فتح باب الترشح بشكل رسمي أمام الدول الراغبة في استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025. وكان رئيس الكاف الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي قد أعلن في 30 من شتنبر الماضي سحب تنظيم كأس الأمم الإفريقية 25 و2000 من غينيا بسبب عدم جاهزيتها لاستقبال المسابقة القارية. الخبر الرياضي كان آخر مواد عرضنا الإخباري. نشكر لكم طيب المتابعة، نلتقي بعد حين.